اهلا وسهلا بكم متابعي الكرام الاعزاء. فكره النهارده او الفيديو ده ازاي انا اعمل مصيدة فئران امنه. هنعمل رياكت سريع على طريقه منشوره ونشرها احد السيدات الفاضلات، ان انا استعمل البودره السوداء، المكون اللي داخل الاحجار، ولكن للاسف نالت كلام كتير وتعليقات كتيره من المتابعين يكفيها. ودي مش سم فرن، دي سم للبني ادمين للاسف للانسان، لانها بتعمل تشنج في العضلات نتيجه للتسمم بيها، وبتعمل انخفاض سريع في ضغط الدم وقيء واسهال سريعين عند التلوث. فجابت الحجاره اللي زي دي بتاعت البطاريه التالفه وفتحتها بايديها، وراحت فضتها على بواقي اكل وحطتها في المطبخ عندها عشان تصيد او تقتل الفار. طب انت ايش ضمنك ان هذا المكون يكون امن لاطفالك او لادوات الطبخ او محتويات المطبخ من مأكولات ومشروبات، ان جسد الفار من ما يموت ما يكونش اتلوث بالبودره دي وعدى عليها؟ هنرمي الحاجات دي، والطريقه دي خطر وما انصحش بيها، ارجوكم نرمي الحاجات دي. هنعمل حاجه امنه من مكونات بسيطه. لو عندي سله زباله زي دي، او ممكن اجيبها من السوبر ماركت بخمسة 10 جنيه مش تزيد، تمام. وهنجيب سلك سلك، وهجيب عندنا العبوات الفارغه اللي زي دي كده، الحاجات الفارغه اللي زي دي بتاعت البيبسي او بتاعت الكوكولا، او ممكن علبه كنز، تمام. واروح خارمها من ورا، من هنا اهو كده، اهو كده، وكده الناحيه التانيه، تمام. الناحيه التانيه كده اهو، بحيث تكون مخرومه من الناحيتين. هاجي اجيب السله دي واروح عامل ثقبين فيها، ثقب كده من هنا كده، وثقب من هنا، وادخل دي كده، تمام، اهو كده اهو. كده انا عملنا دي. هجيب سوليتيب كده، وممكن الف حواليها، او اجيب اي ماده لاصقه واروح مثلا حاططها عليها، احط بطريقه مقلوبه، وهنعرف دي دلوقتي اهو كده. كده كده هجيب قمح او اي بقول او طعام يحبه الفار او بيكون بياكله، واروح حاطط عليه كده اهو كده كده اهو كده اهو كده 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 كده. هنا الارتفاع بعد ما حطيت الاكل بتاع الفار، الحاجات اللي هي البقوليات زي مثلا القمح كده بالطريقه دي، ارتفاع السله عالي على ان الفار يقفز لفوق، فانا عايز اصطاده من غير ما يتعب كده ويكون حابب الموضوع ده. بجيب اي خشبه كده واروح اعملها له زي سلم كده يطلع عليها. مفيش خشبه، بروح جايب اي فضله بتاعت سلك كده، اي حاجه اعمل له بيها سلم كده، واروح حاططها له هنا، تمام كده بالطريقه دي بحيث يطلع عليها. لكن الموضوع ان استخدم المكونات بتاعت الحجاره، البطاريات القلم او الطرش اللي هي القديمه عندي، وافتحها واخلي اطفالي وطعامي عرضه للتلوث، ده
المكون ده من الكربون والاكسيد الزنك والمغنيسيوم، فبلاش نعرض حياة اطفالنا للخطر وحياتنا. والفار لما هياكل مش هيموت على طول يعني، هتلاقيه لوث برضو الاكياس الموجوده في المطبخ، التخازين الموجود في المطبخ، الاواني وكده. يكفي اللي نشرت الفيديو ده انها خدت تعليقات سلبيه، يعني من ضمنها من التعليقات الظريفه اللي عجبتني ان الفار بعد ما كل شحن بطاريته بقى يجري رايح جاي بسرعه 100 كيلو في الشقه. ان عجبك مجهودي وتعبي فشكرا ليك انك انت تكرمت وشفتني، واتمنى ان اكون افدتك بافاده بسيطه وبطريقه امنه. وارجوك دور في قناتي وابحث في مجالات كتيره، انا بوثق الحاجات اللي ربنا علمها لنا، يمكن تصيبني دعوه خير في الدنيا والاخره. شير، قناتي مش مخجله، مش قناه تافهه، مش قناه فيها عري، لان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بعد اذنك ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه وشير لكل احبابك، يمكن حد يستفيد بالفكره. شكرا لكم.